أهل الكهف هو الفيلم اللي كنت مستني أشوفه بقالي كتير، لأنه بطولة خالد النبوي اللي أثبت قوة أدائه في الأدوار التاريخية زي دوره في كينج أوف هيفن، معاه محمد ممدوح وأحمد عيد ورشوان توفيق وأحمد بدير ومحمد فراج وغيرهم، والمقتبس عن المسرحية الفلسفية للأديب توفيق الحكيم والمستوحاة من القرآن الكريم، وعالجه سينمائيا أيمن بهجت قمر وأخرجه عمرو عرفة، واللي بيدور في إطار خيالي عن قصة 7 من البشر بيصحوا بعد 3 قرون في زمن غير الزمن اللي عاشوا فيه، لكن للأسف الفيلم لم يرضي 1% من تطلعاتي أو مدة انتظاري لنزوله، وعالجة القصة معمولة وحش والإخراج أقل من العادي، إدارة ممثلين الصف الأول سيئة جدا وطالعين في أقل مستوى ليهم، ما بالك بباقي الممثلين. بيومي فؤاد أصبح رهان مضمون لفشل أي فيلم يتحط فيه مؤخرا، ومصطفى فهمي ملوش علاقة بالتمثيل. الجرافيك سيء، تصميم المعارك درجة ثالثة ومليان أخطاء في الركود، محاولة النسخ من 300 وجلاديتور بائسة جدا ومثيرة للشفقة، ده لو عركة في شارع ما كانش هتطلع بالوحاشة دي إخراجيا. عندك مثلا ناس نامت وصحيت بعد 3 قرون، محتاجين أصلا الدنيا تختلف جذريا، لكن ده ما حصلش تقريبا. كل حاجة في الدراما مباشرة جدا وسطحية، ممكن بس اللي يميزوا بعض الكادرات الكويسة والتلوين كويس. الواحد محتاج جدا يشجع على النوع ده من الدراما التاريخية اللي مفترض انها نظيفة وتحترم المشاهد، لكن اهل الكهف للأسف بتكروت ومعمول بإهمال شديد ولا يحترم عقلية المشاهد. اهل الكهف واحد من اضخم الميزانيات الانتاجية عربيا مع فشل في تحقيق الايرادات، قصة رائعة تم افسادها وممثلين ممتازين لم يتم استثمارهم بشكل لائق، عمل يحمل بنطياته امكانيات هائلة تم اهدارها جميعا. اهل الكهف هو الضجيج الذي لن يترك اثرا.